سألت نفسك قبل كده ليه في ناس عباقرة ومعاهم شهادات عالية بيفلسوا؟ أو ما كان معاهم فلوس كتير. انت عارف نيكولاس كيج؟ لسه قايلين عنه من يومين. الراجل ده انت عارف بقى كون اير وفيس اوف وكل الافلام العظيمة وكل ده نجم هوليود، مش ممثل عندنا. يعني ثروته تخطت ارقام فلكية. الراجل ده دلوقتي حالا مديون مش عارف بكام مليون دولار. ازاي راجل في الثراء دوت يوصل للمرحلة دي؟ ناس تانية بسيطة، قصة عامل نظافة، بعد ما توفى لقى عنده 8 مليون دولار. عامل نظافة يقول لك جيناتور، ازاي الكلام ده؟ في الحلقة دي هتعرف قصة عامل النظافة اللي ساب وراه 8 مليون دولار عملهم ازاي، ونيكولاس كيدج حصل له كده ازاي. النهاردة هنلخص واحد من أهم كتب الفلوس، وهو سيكولوجية المال لمورجان هاوسل. أول فكرة حابب العم مورجان يدردش فيها معاك، بيقول لك خلي بالك في فرق بين الغنى والثراء. قال لك الغنى دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحاجات اللي انت صرفت فيها فلوس اوريدي خلاص. يعني الحاجات اللي انت بالفعل صرفت فيها فلوس، ساعتك، عربيتك، بدلة حلوة، قميص حلو. دي حاجات الناس شافوها وقالوا عليك ده راجل غني. بس دي فلوس ايه؟ اتصرفت وراحت. الله، امال ايه الثراء بقى يا عم مورجان؟ قال لك الثراء ده الحاجات الناس مش بتشوفها. بيت على جنب، عقار، اصل، محل، شقة بتأجرهم وبيجيبوا لك عائد. اسهم في البورصه بتجيب لك عائد سنوي. مالناش دعوه باسهم المضاربات بقى وتشتري وتخسر وتبيع. الحاجات دي لها ناسها لو بيفهموا فيها ربنا يوفقهم. ما خبيش عليك، دخلت مجال البورصه وبعد سنين مش طويله قوي فشلت في ان اعرف اكون مضارب، لكن نجحت في ان اكون مستثمر. يعني ايه مستثمر؟ يعني بتشتري سهم انت واثق في شركته، بيحقق عائد ثابت كل سنه اقرب لل10%، وخلاص. السهم بيمشي مع الايام، بيغلى مع الايام ومع التضخم، والعائد بتاعه بيغلى مع الايام والتضخم، والحياه حلوه والدنيا جميله. يعني شركه جبنه مثلا، علبه الجبنه ب 100 جنيه، فبالصدفه السهم ب 100 جنيه وبيديك 10 جنيه ارباح في السنه. طب السنه وراها علبه الجبنه مثلا غليت بقت ب 120 جنيه، السهم هيغلى معاها يبقى ب 120 جنيه هو كمان، وهيدي لك 12 جنيه ايه في السنه. فاهمني؟ يعني الامور ماشيه مع الايه، مع الزمن، والعائد ماشي، فده اصل جميل. يبقى نرجع تاني عشان ما تتوهش مني. يبقى الثراء هو الحاجات اللي انت مش ايه، مش شايفها، عقار بقى، سهم بتاع. لكن الفلوس اللي اتصرفت بقى في البعزقه وشبرقه شبرقه دي خلاص بقى، دي راحت عليها، دي خلاص انت استهلكتها وخلصت القصه. تمام؟ هتقول لي تمام. تاني نقطة حابب، أو تاني فكرة العم مورجان حابب يدردش فيها معاك، قوة الاستمرار، الاستمرارية. انك تبقى مواظب كل يوم تعمل نفس الشيء الممل بس تكرره كل يوم. بيقول لك كلنا عارفين مثلا وارن بافيت. الراجل ده راجل يعني ربنا يبارك في عمره، كبير جدا في السن، مش عارف بقى 90 سنة ولا بقى كام. بيفكر يعتزل دلوقتي، يتقاعد دلوقتي. وارن بافيت طبعا ده من الناس اثرياء العالم. طيب، وارن بافيت يمكن ما تعرفش عنه انه بدأ يستثمر وهو عنده 10 سنين. كان طفل كده بس كان شقي. واكثر من 90% من ثروته اللي بتقدر بمئات المليارات عملها امتى؟ عملها بعد سن ال 65. يعني انا اهو قرب ال 40 اهو بفكر اتقاعد امتى. ده الراجل ده عمل 90% من ثروته بعد ال 65. السر مش في العائد السنوي العالي، لكن السر في الوقت. الفلوس بتحتاج صبر عشان حاجة تشتغل، اسمها الفايدة الايه، المركبة، تبدأ تعمل مفعولها. طب تاخد مثلا، قلنا لو انت فرد، وارن بافيت كل شغله في الاسهم، فالفرد هو راجل اشترى شركة الجبنة دي، اشترى سهم ب 100 جنيه. السهم ده اداله 10 جنيه، ما بياخدش ال 10 جنيه يصرفها. امال بتاخدها تعمل بيها ايه وارن بافيت؟ بيشتري بيها تاني في شركة الجبنة. طب ده السنة الجاية السهم بقى ب 120 واداله 12 جنيه، ال 12 جنيه دي مش هيصرفها، بيحطها تاني في شركة الجبنة. طب بينتج عن كده ايه يا صديقي؟ بينتج عن كده ان هو كل 7 سنين، ده لو هو مش بيضيف فلوس من بره، يعني هو لو فضل بس واخد فلوس ارباح الاسهم دي كل ما بتطلع له يشتري بيها تاني، كل 7 سنين تقريبا فلوسه هتبقى الضعف. انت عارف الموضوع ده لو اتكرر 10 مرات، يعني بعد 70 سنة ايه اللي يحصل؟ بتضرب في 1000. بتضرب في 1000، يعني ال100 هتضربهم في 1000 هيبقوا ايه؟ هيبقوا 100,000. طب لو 100,000 ضربتهم في 1000 ده 100 مليون متهيألي، صح ولا انا غلطان؟ طيب، يبقى دي قوة الفايدة الايه، المركبة.
دايما بيشبهوها بكرة الجليد اللي بتبدأ صغيرة ولكن بتكبر جدا جدا مع الأيام. تالت فكرة العم مورجان حابب يبصيها لك ويقولها لك ويناقشك فيها، هي إن أخطر حاجة ممكن تأثر أو تقصف رقبة مستقبلك المادي والمالي إنك ما تعرفش إمتى توقف أو إمتى تشبع. يعني واحد زي نابليون بونابرت ده كان منايم أوروبا من المغرب، كان مدمر الدنيا، بس ما عرفش إمتى يوقف، إمتى يحط لطموحه نهاية. حارب روسيا، دخلها، طبعا الامبراطوريه الروسيه انت عارف بجوها اللي مش لطيف، قضت عليه وعلى رجالته وطبعا على مستقبله السياسي. لازم تعرف امتى توقف، لازم تعرف انك ما تاخدش مخاطرات غير محسوبه عشان بقى دي اللي هتعمل لك اللي مش عارف، دي الصفقه اللي صفقه العمر اللي هتوديك. لا 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 لا، اوعى تستعجل، خليك هادي بطيء راسي، وطولة العمر تبلغ الامل. الثروة مش معمولة عشان تعملها في يوم وليلة، لا 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 لا، دي عاملة زي الرز كده، محتاجة تستوي على نار هادية. خلي بالك طويل وصبرك أطول. وسامحني، ما تعملش انت كل حاجة، سيب شوية الأجيال الجاية، سيب للواد ابنك حاجة يكمل عليها. يعني انت بنيت له حاجة حلوة، بنيت دورين، يكمل هو 3-4 ادوار. انت عملت الفاونديشن الصعب، هو يكمل. يعني دايما ما بنتكلمش على الحاج أنسي ساويرس، دايما تتكلم على نجيب ساويرس واخوه سميح والجونه ومش، هو ايه اللي عملهم؟ ابوهم أنسي ساويرس. ما تسمعش انت عنه حاجه، كنت مش عارف اسمه، كان عارف اسم نجيب، لكن لولا أنسي واللي بناه أنسي لم يكن او لن يكن هناك ايه نجيب. وده اللي الراجل بيعترف بيه، الراجل ما بينكرش اهميه والده. وسميح دايما يقول لك سمعه والدي هي اللي ادتني الفلوس وهي اللي ادتني كل حاجه وهي اللي فتحت لي الابواب. ادي فرصه الاجيال الجايه تشتغل. الفكره الثانيه اللي عم مورجان عايز يكلمك فيها، تقول لي انت متاكد انه عايز يكلمني؟ انا ايوه، يعني هكدب عليك ليه؟ اكيد عايز يكلمك، امال انا يعني هكدب عليك؟ عايز يكلمك فيها. هي بيقول لك ان الحظ له عامل، يعني الحظ ممكن يرفعك لفوق او يخبطك لتحت. وانا سامحني بقى، انا عايز اتدخل في المناقشه بينك وبين عم مورجان واقول لك انا الكلام ده مش عاجبني ومش لادد عليا. ليه؟ لان انا في رايي الشخصي، وده اعتبره راي شخصي ليا، عايز توافق عليه وافق، عايز تعترض اعترض، بس ده رايي الشخصي وتجربتي واللي انا مؤمن بيه، ان الحظ بيجي او ربك بيهبه للشخص اللي بيتعب، والشخص اللي يكون امين، مش الشخص الفهلاوي. عارف، كنت بتناقش مع ابني من يومين بكلمه في التجاره وبتاع، ابني بالمناسبه عنده 5 سنين، بيقول لي ايه، احنا نجيب يا بابا مش عارف ايه ونبيعه غالي قوي فنكسب من وراه. فانا قلت له ما انت لما تبيعه غالي قوي الزبون هيعرف ان اللي جنبك بيبيعه اقل في السعر، فهيشتري منك ليه ما يشتري من اللي جنبك. عارف المثير للسخريه ايه؟ ان فكره ابني اللي عنده ال5 سنين دوت اللي ما عندوش خبره كتيره في التجاره، هي فكره ناس كتير كبيره. الفهلاوه، هضحك على الزبون، هلبسه العلم، هيعرف ومش هيجي لك تاني. انت لو كسبت الزبون وعارف ان انت راجل امين وكويس، ده هيجي وهيجيب ناس تيجي. اقوى اسلوب للدعايه بيسموها كلمه الفم. يعني ايه؟ يعني انا اجرب مثلا المحل بتاع حضرتك ويعجبني، فاروح اقول لاخويا انا اشتريت من المحل ده والراجل ده امين وسعره كويس ومنتجه هايل، فاخويا يجي واخويا يقول لابن عمي وابن عمي يقول لاصحابه وبتاع، فالامور تمشي. لكن تخيل انا لو بقول لك عارف فلان ده، ما تروحش تشتري منه، ده وحش، البضاعه وحشه والسعر مبالغ فيه والكذا. الله. يبقى الموضوع مش بالنصاحه ومش بالايه ومش بالفهلوه، لكن بالايه؟ بالامانه وبالصبر. رقم 2، انا برضو عندي حاجه دايما بقولها، ان الحظ بيجي للناس اللي ايديها خضر، الناس اللي بتعمل صدقات، الناس اللي هي ايه، صدقات اللي هي مفردها صدقه. يعني ايه؟ حضرتك مثلا قلت انا كسبت 100 جنيه هطلع 20% بحالهم من دخلي، ده في تقول 30% كمان للناس المسكين. 20% كتير على، ابدا ب 10%، 10% كتير، ابدا ب 5%، بس لازم جزء من دخلك يروح للناس المحتاجه. انا اتصور ان الموضوع دوت الجنيه اللي بتدفعه هيرجع لك 10، وبالتالي لما ربنا يلاقي مثلا قلبك حنين على اخوك الانسان اللي مش لاقي ياكل او مش لاقي يلبس او كذا، لازم هيعمل ايه؟ يقول لك ارزقه، ده الرزق ما بيوقفش ايه عنده. طيب، في النهايه الكتاب ده مش بيعلمك ازاي مثلا تضارب في البورصه ولا تستثمر، ولا الفيديو ده كله دعوه ليك انك تضارب او تستثمر، انا ما بدعوكش دوت. ادرس وذاكر كل حاجه قبل ما تاخد اي خطوه. لكن الكتاب دوت عايز يفهمك ان انت لو غيرت طريقه نظرتك للفلوس،
ده ممكن يديلك حاجة مهمة جدا، وهو ايه؟ الحرية المالية. ان يبقى عندك اصول بتصرف على حضرتك وانت قاعد في البيت. تنزل بقى تشتغل ايه لمزاجك، بتتسلى، بتضيع وقت. مش عايز تشتغل وانت مهموم، وانت عارف ان عليك اقساط ولا عليك مصاريف، ولا تقول يا رب الشهر يعدي، ولا يا رب ما تجيليش. تبقاش حاطط ايدك على قلبك طول الشهر وتقول يا رب استر، ما تطلعليش مصاريف من تحت الارض تلخبط لي الحسبة كلها. ده الحسبة يا دوبك ايه؟ مثل السما. قول لي في التعليقات ايه اكتر فكرة من دول حسيت انها غيرت نظرتك للمصاريف ونظرتك للفلوس عموما. ولو عجبك الملخص ده من فضلك ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.